متابعي سبورتيم، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من عاصمة الطوغو لومي، أين يقيم المنتخب الجزائري تحسبا للمباراة العودة أمام المنتخب الطوغولي. نتواجد في فندق سراكا الذي يقيم فيه الخضر مع أبناء الجالية الجزائرية هنا في الطوغو. سنلتقيهم للحديث عن تجاربهم وعن وصولهم إلى هذا البلد وإقامتهم فيه. في البداية نبدأ بالسيدة حسينة، رئيسة الجالية الجزائرية هنا في الطوغو. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية تكلمي لنا عن تجاربك ووصولك إلى دولة الطوغو، كيف كان وأي سنة؟ موجودة هون باللومي صار لي 10 سنين من الألف من 2014 والحمد لله منيحة، لقيناها ما فيها يعني بلد محترم منيح، في مسلمين في عرب. أنت ربة منزل يعني مقيمة مع ربة العائلة. منزل نعم. مم. احكي لنا على أيامك الأولى هنا، كيف كان الانسجام مع هذا البلد والتأقلم؟ بالأول هيك تبان هيك شوي صعيبة، إنه يعني مش نفس يعني عيشتنا إحنا. بعد خلاص تتأقلم، يعني ناس طيبين كتير، مش مأذيين. الطقولية بعد يعني كبلد آمن، جد آمن، بأي وقت تطلع بأي وقت ما يعني ناسها كتير طيبين. فوالا. من أي منطقة في الجزائر سيدة حسين؟ أنا دي قسطنطين، من قسنطينة. فوالا. هي أول تجربة لك خارج البلد؟ لا، أنا كنت عايشة بالإمارات، ومن الإمارات كون زوجي لبناني نزلت على لبنان، وبعدين جينا هون على اللومي. المنتخب الجزائري سيلعب غدا، كيف تحضرون لهذه المباراة للحضور ومؤازرة وتشجيع الخضر؟ أكيد فرحانين متجمعين، أكيد منتخبنا يعني، أكيد ريحة الجزائر. فوالا. إيه. إذا من السيدة حسينة إلى زكي، هو أقدم الجزائريين هنا في الطوغو، يعني سنتحدث معه. زكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. زكي في الطوغو من كم؟ من عام 1998. 25 سنة. ما شاء الله. يعني احكي لنا كيف كان مجيئك في سنوات التسعينات هنا في الطوغو؟ والله مجيئي كان صدفة، كان دي فاكونس، كان يعني جاي دي فاكونس على أساس نقعد يعني 3 أشهر دي فاكونس، ومكتوب ربي قعدنا هنا وانا نخدموا لهنا. رانا في مجال المعدات الثقيلة، الشاحنات والمعدات الثقيلة، الامبور الاكسبور. الحمد لله. أصبح طوغولي. الحمد لله يعني كما قلت حسينا البلاد يعني صح بسيطة وشعب طيب وصغيرة بس الحمد لله كل واحد ومكتوبه وكل واحد هذه هي. من أي منطقة في الجزائر؟ من دية. من دي. احكي لنا أيامك الأولى، كانت صعبة يعني؟ كانت شوية صعبة، كانت لأنه الواحد باش يتأقلم خاصة في إفريقيا شوية صعيبة يعني مش سهل. بس مع الوقت خلاص يعني بعد سنة سنتين خلاص تتعود العادات كل شيء وتولي شيء عادي يعني طبيعي. ماذا تفتقد أكثر هنا في الطوغو؟ نفتقد اللمة اللي نقولوا لها اللمة الجزائرية شوية، لأنه الجزائريين ما كاش بزاف، يعني الجالية الجزائرية ما تفوتش 15 واحد، يعني جالية جزائرية صغيرة. في جالية عربية كبيرة اللي هم اللبنانيين، في شوية مغاربة، بس الجالية الجزائرية صغيرة يعني بالنسبة للجاليات الثانية. فنفتقد يعني الأجواء العائلية، نفتقد الحياة الاجتماعية. يعني عندنا احنا مثلا خدمة دار، يعني ما كاش حاجة أخرى يعني. زكي، قد تعود إلى الجزائر؟ أكيد أكيد، ما عنديش مشكل أنه من طموحاتك. ايه يعني الواحد يرجع لبلاده، هذاك هو الأصل يعني. بارك الله فيك زكي. يعني المنتخب الجزائري سيلعب غدا هنا، سعداء أكيد. إن شاء الله سعداء، ونتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم إن شاء الله يروحوا بعيد ويحققوا نتيجة يعني إيجابية إن شاء الله.
ونتمنى لهم كل الخير ان شاء الله، ونتمنى لهم يفوزوا، ورانا فرحانين ان شاء الله اللي يلعبوا لهنا، ونتمنى لهم كل الخير ان شاء الله. إذا من حسينة إلى زكي، والآن مع مبروك. مبروك، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. كم من سنة؟ يا خويا احنا عندنا تقريبا 21 سنة في لومي ان شاء الله. جينا من الجزائر، يعني نشوفوا التجارة هنا، وهذه هي السبة قعدنا هنا 21 سنة. والحمد لله كنا مع العائلة مع الأولاد. الآن الأولاد والعائلة ديتهم الجزائر، كانوا عندي شوية ظروف، والآن الحمد لله يعني راني نروح ونجي الحمد لله. يعني تشتغل في أي ميدان؟ ميدان لامبور اكسبور، عندي شركة تاع الشاحنات والآلات، نجيبوا منها من أوروبا ونبيعوه هون الحمد لله. يعني حكينا على أيامك الأولى هنا. مبروك. الأيام الأولى كانت شوية صعبة، حوالي سنة ولا سنتين كنا ما نعرفوش السوق، كيف يعني المعاملة مع الأفارقة هون كانت صعبة شوية، لكن قدرنا نصبروا معاهم بالصبر شوية الحمد لله. الآن يعني قدرنا يعني نديروا نتائج إيجابية الحمد لله. يعني أنت رايح جاي بين الجزائر والطوغو، من أي ولاية في الجزائر؟ من ولاية برج بعراريج، دائرة منصورة. يعني المنتخب الجزائري جمع اليوم شمل الجزائريين هنا في طوغو. نعم، احنا رانا فرحانين يعني كثير، يعني لما جيتوا لهنا يعني الحمد لله جات لما ما شاء الله الحمد لله. لما شفنا حتى اللاعبين شفتهم في هذا الفندق يعني والله فرحنا كثير يعني الحمد لله. يعني شيء يشرف البلاد يعني ان شاء الله، وان شاء الله نديروا نتيجة بإذن الله إيجابية. تكونوا في الملعب غدوة؟ بإذن الله نكونوا هون ان شاء الله. بداية أسبوع ان شاء الله موفق ان شاء الله بإذن الله. ننتقل إلى كمال. السلام عليكم كمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمال، تبدو سعيد جدا. والله جد سعيد بالوجوه الطيبة هذه اللي تلقيناها اليوم، وخاصة الجالية الجزائرية لأول مرة نلتقي بعد الوجوه هنا الحمد لله، وهذه إن شاء الله بشارة خير تاع الفريق الوطني إن شاء الله. احكي لنا على حياتك في طوغو، كيف بدأت؟ والله أنا مجيئي للطوغو هنا كموظف، يعني مدير مشاريع نتاع في جمعية دولية، منظمة دولية. تقريبا عندي 3 سنوات الآن موجود هنا، يعني موظف يعني في الآخر. كانت لك تجارب كثيرة في إفريقيا. كانت عندي تجارب قبل، اشتغلت في مدغشقر، في تشاد، في جزر القمر، يعني ماشي هذه آخر تجربة نتاع الآخر. يعني ماذا تختلف الحياة في طوغو مقارنة بدول أخرى؟ والله تقريبا الحياة بسيطة في كل الدول يعني، والشعب يعني الشعوب هذه كلها مضيافة، وخاصة العرب والمسلمين يعني يحترموهم أكثر بشكل كبير، يعني يحترموا ويقدروهم، والحمد لله يعني تحس بنفسك وأنك يعني في الجزائر يعني بالآخر يعني. الحمد لله رب العالمين. أنت من 3 سنوات موجود هنا. نعم. أيامك الأولى كيف كانت كمال؟ احكي لنا على حياتك في طوغو. والله غير عادي يعني، باش نقول لك يعني بلا عادي. انا اصلا نحب الجو هذا الافريقي الاخر تاعي الحمد لله، يعني ما لقينا لا صعوبه لا والو. طبعا الصعوبه نتاع الغربه نتاع العائله، تكون ماكش مع العائله ماكش مع الاصدقاء، لكن في العموم يعني الحمد لله يعني عادي جدا. الجزائر بقوة غدا. الحمد لله ربي ان شاء الله يوفقهم، وان شاء الله نكون نلتقي غدا في الملعب ان شاء الله، باش الفريق الوطني يعود ان شاء الله بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. إذا من كمال ننتقل إلى زهير. زهير، في الطوغو القاعدين من الجزائر كل واحد قصته، ما هي قصتك؟ بسم الله. الحمد لله. يعني أول شيء نرحب بكم في لومي، ونرحب بالفريق الوطني. أنا هنا منذ سنة فقط، وكان لي يعني الحظ أني في هذه السنة الفريق الوطني أتى مرتين إلى هنا، وأني كان يعني هذا يعني حظ كبير بالنسبة لي، وتشرفت اليوم باش نلقى إخوتي أصحاب الجزائريين هنا في طوغو في لومي الحمد لله. يعني أهم حاجة في لومي هي يعني تعايش الديانات. يعني هنا ما كانش فرق بين المسلم والمسيحي، وكل الديانات تعايش بطريقة يعني جد سهلة، وشعب يعني شعب مضياف وشعب بسيط جدا، ويعني تحس بالأمان في طوغو. في أي مجال زهير؟ أنا في مجال يعني المنظمات الخيرية، أشتغل في منظمة خيرية عالمية كمدير مالي،
يعني منذ سنة هنا في طوغو. الحمد لله يعني الأمور جيدة جدا. من وين، من الجزائر؟ من سكيكدا. من سكيكدا. يعني ماذا تفتقد الأكثر هنا في دولة طوغو؟ لا، من نفتقد إلى العائلة فقط، والحمد لله عندنا عائلة أخرى لهنا. أخي كمان معي هنا يعني، ومن اليوم اللي جيت فيه وهو يعني مساندني، ولما تلقى عائلة أخرى يعني تسهل لك المهمة. تلتقون أبناء الجالية الجزائرية؟ يعني ليس كثير، يعني تعرف الأشغال والهموم تخليك الظروف يعني تخليك أنك ما تلتقيش كثير يعني. وكانت فرصة اليوم يعطيكم الصحة يعني يعني لميتوا شملنا، وإن شاء الله تكون فرصة مش نزيد نلم شملنا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني المنتخب الجزائري أكيد أنت متابع الكرة زهيرة. نعم يعني فرحنا يعني بالفوز في لقاء الذهاب، يعني كانت نتيجة وعرض يعني، وكان استعراض. كيف هنا في طوغو يعني مع أصدقائكم الطوغوليين نتيجة 5-1 كيفاش عاشوها؟ عشنا معاهم يعني، وكان ضحك ومزح بيناتنا يعني، ومعليش وكذا. والمفروض ما تكونوش الاولين، مش تكونش هذه النتيجه. وضغطوا من الافعى يعني، مزاح مع اخواننا الطقوليين يعني، وما ناس يعني يحبوا المزاح، والحمد لله. ستكون في الملعب؟ نعم انا شريت التذكره خلاص. شريت لي لاصدقائي. نكون ان شاء الله في الملعب. إذا من أبناء الجالية الجزائرية سنلتقي مع أحمد مصري، مقيم في دولة الطوغو، ودائما الاجتماعات مع الجزائريين، وهو المدير التنفيذي للشركة الذي يشتغل فيها زهير وكمال. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية ماذا يمثل لكم قدوم الجزائر إلى هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الرياضة هي تعتبر رسالة لتعارف الشعوب مع بعضها، سواء الشعوب العربية أو الشعوب الأفريقية. ده يعتبر يوم حفل إن احنا نشوف الأبطال بتوع منتخب الجزائر ونشوفهم فيس تو فيس وكل الدعم ليهم. فده يعتبر بالنسبة لنا حدث جميل في طوغو هنا إن شاء الله. أبناء الجالية الجزائرية هنا في طوغو يعني يحسبون على أصابع اليدين. هل تلتقيهم؟ هل يختلطون مع أبناء الجالية المصرية مثلا؟ دايما في رمضان، في العيد الكبير، في المناسبات العرب بتجتمع، بناكل الأكل العربي، بنحتفل بالأعياد القومية. وطبعا هي الجزائر ملهاش سفارة هنا، فالممثلة بتاعت الجالية الجزائرية في الاجتماعات بتدعو العرب بحيث ان احنا كعرب بنتعرف ببعض. المنتخب الجزائري سيلعب غدا، ستشجع الطوغو بلدك الثاني أم الجزائر؟ لا، كل الدعم لمنتخب الجزائر، وان شاء الله نتمنى لهم الفوز. ستكون في الملعب؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا أحمد. اشكرك جزيلا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء مع أبناء الجزائرية هنا في الطوغو. إلى أن نلقاكم في موعد أخرى، تقبلوا تحياتنا وحظ موفق للخضور في مباراة الغد إن شاء الله.